السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة وكيك جديد، وكما كتشوفوا معايا في الفيديو ان شاء الله غادي نحضروا هذا الكيك الراقي، يعني كيك وطارت في نفس الوقت. كيك ساهل، المقادير بساط، الطريقة حتى هي سهلة، يعني المراحل كاع المراحل ديال مفهومين وساهلين. المقادير ماشي شي حاجة اللي مكلفة بزاف، ويعني مقادير بساط ماشي شي حاجه اللي مكلفه كما غتشوفوا معايا في الفيديو. هنايا خديت ربعه ديال الكنافه، يعني كتشريها اصلا عند اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات، وكتكون هي عندهم في كونجيلاتور، يعني كتجيبيها وكتخليها حتى كدي كونجلا بحال هكا، وكتحاولي تحليها بحال هكا وتقطعوها بالمقص، حيت ضروري تحلوها وتقطعوها طريفات صغار كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي تجيبوا 2 معالق ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده، غدوبوهم، يعني هاد المرحله ضروريه، غدوبوهم وغتخويوهم عليها كما غتشوفوا معايا في الفيديو، وغتحاولوا تلبسوا ديك الكنافه كامله بديك الزيت والزبده وصافي. من بعد غديروها في المول ديالكم، المول اللي بغيتو ديروا، يعني سواء دائري سواء مربع سواء فرديين صغيورين، يعني اللي متوفر والطريقه اللي حبيتو صاوبوها بها، يعني اي مول متوفر عندكم في الدار صاوبوا به هاد الكيكه. وصافي كما كتشوفوا كنستمر بحال هكا في التقطيع، يعني ساهله، ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولا ماشي شي حاجه اللي ما واضحاش، يعني واضحه وسهله. وغتحضروا كيك رائع، يعني كيك وطرت في نفس الوقت. وصراحه الله كيك شي حاجه كتحمق، راقي لا في المنظر ولا في المذاق ولا اروع، تيجمع ما بين القرمشه والتعليكه، يعني شي حاجه كتستحق التجربه، وكتصاوبي شي حاجه رائعه وشي حاجه مبدله على اللي مولفي الكيك اللي كنصاوبو العادي. هذه كيك شي حاجه رائعه رائعه بزاف، وكنتمنى انكم تجربوها. وكما كتشوفوا معايا هنا صافي خديت لبست ديك الزبده والزيت لديك لهاد الكنافه، وكنحاول نحلها هنايا كما كتشوفوا معايا، حيت ملي كتخوي عليها تجمعات، حيت انا ديك الزبده وديك الزيت اللي درت كنبردوا ليا شي شويه، ما كانوش سخان، داكشي علاش دار لي بحال هكا. صافي ساهل، هنا كنحاول نلبسو هنا المول مع الجنب كما كتشوفوا، وفي الوسط ديالو بحال هكا. صافي نخلي على جنب، وغادي ندوز مباشره نحضر الكيك ديالنا. هنايا عندي 4 البيضات، عندي عندي 2 ديال الخميرات، وعندي 2 ديال الفانيات، عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس الا ربع ديال السنيده، وكاس الا ربع ديال الدقيق، وعندي 4 ديال البيضات، وعندي هنا كاس ونص ديال اللوز خضر. يلا جبتو ومسحتو طحنتو بالقشره ديالو كما كتشوفوا معايا، اللي ما حمرناه، هو اللوز باقي خضر. صافي كنطحنوه وكناخذوه هنا شي مول، كنضيفوا فيه البيضات ديالنا كما كتشوفوا. درت هنا 4 البيضات متوسطين، غادي نضيف فيهم قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف ديك 2 اكياس ديال الفانيلا. وانا هنا خلطتهم غير بالطراب اليدوي، يعني ساهل خلطت غير بالطراب اليدوي بحال هكا كما غادي تشوفوا معايا. وبالنسبه للعبار ديال الكاس اللي درت به الزيت وسنيده والدقيق، هو كاس ديال العنبه، يعني باش كنعبروا دائما. وبالنسبه للوز حتى هو درت كاس ونص ديال اللوز بعبر كاس ديال العنبه. وكما قلت لكم اللوز ما محمر ما حتى شي حاجه، يعني خضر غير مسحته من الغبره، كتعرفوا كيكون مغبر. وطحنته كما كتشوفوا، يعني اللوز ماشي طحنته حتى ولا بودره، وماشي خليته كونكاسي ولا مهرمش، يعني مطحون مزيان كما غادي تشوفوا معايا. وصافي يعني واخا تبقى فيه شي حبيبات رقيقين بحال كيسكسو ماشي مشكل. وصافي انا غادي نستمر في التخلاط، وغادي نضيف المقادير تدريجيا. وكنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وتنبغي نقول للناس اللي اول مره تيشوفوا هذا الفيديو، اول مره تيشوفوا القناه ديالي، كنتمنى الى عجبكم المحتوى ديالي ما كنتوش مشتركين في القناه ديالي ديروا لي اشتراك وديروا لي لايك وتخليوا لي شي تعليق مزيون، هذا فضلا وليس امرا. صافي هنا من بعد ما ضفت اللوز كنخلط بحال هكا، يعني ماشي كتخلطي بزاف غير شي شويه، وكديري الدقيق والخميرات وكتخلطي. فاش كديري الدقيق والخميره صافي خصك تخلطي مزيان مزيان مزيان. وصافي يعني ماشي شي حاجه اللي غتاخذ لك الوقت بزاف، ولا شي حاجه اللي بسيط يعني اللي صعيبه ولا بسيطه، وكتحضري شي حاجه صراحه مغاير على المعتاد اللي مولفين كنحضروا كيك عادي. يعني الحمد لله حنا المغربيات كنا كنتفننوا في الكيك بجميع الاشكال والانواع ديالو،
يعني كل حاجه كل كيك يتميز على الاخر، كل اي يعني كيكه كل اي كيكه صغرناها كل وحده كتميز على الاخرى، كل وحده بالمذاق ديالها، كل وحده والشكل ديالها. هانتوما كتشوفوا معنا، نقرب لكم الصوره هنايا باش تشوفوا مزيان. كيما شفتوا معايا انا درت 2 اكياس ديال الفانيلا كيما شفتوا. يعني الصراحه فاش كطيبوا كنقطعوها كتعطي واحد الريحه ما نعاودش لكم، ريحه الكنافه واللوز والفانيلا، يعني مزيج رائع، يعني تيجي جد رائع. انا كما كتشوفوا انا قربت هنا الصوره باش تبان لكم يعني القوام ديال الكيك كي تيجي. هذا هو القوام ديالو، ما غنزيد عليه حتى شي حاجه. هنايا كيما شفتوا كيما شفتوا معايا المول ديالي كيلبس بداك الكنافه، صافي كنشدو كنخوي عليه بحال هكا. وهنا بالنسبه للتزيين قبل ما تدخل الفران كناخذوا اللوز افيلي ولا كاوكاو افيلي، يعني اللي متوفر عندكم في الدار. انا هنا كيما شفتوا معايا كيما غادي تشوفوا معايا درت غير اللوز كاوكاو افيلي ولكن عندي متوفر درتو. وبالنسبه للطياب راه ما كتعطاش بزاف، انا صراحه ما حسبتش القياس ديال ما حسبتش الوقت شحال، ولكن هي ما كتعطاش بزاف، ماشي بحال الكيكه الاخرى حيت الكنافه معجنه دغيا كطيب. صافي هنا كنزينها بهاد هاد الكاوكاو افيلي هو اللي كان عندي هنايا، كنحاول نزين الوجه ديالها كامله بحال هكا وغادي ندخلها للفران. وهانتوما كيما شفتوا معايا وكيما تبعتوا من اول الفيديو حتى لهاد المرحله هذه، كيما شفتوا يعني الطريقه جد سهله وواضحه ومفهومه، والمقادير حتى هما مفهومين وبساط، ماشي شي حاجه اللي عندي مكلفه ولا شي حاجه اللي ما كايناش، يعني كلشي الحمد لله متوفر. صافي هنا غادي ندخلوها الفران. وهنا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران دهنتها بشويه ديال العسل كيما كتشوفوا معايا بحال هكا، كتعطي واحد البريو مزيون. عرفتي واحد الريحه هنا عطيه منها واحد الريحه ما نقولش لكم صراحه، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وهنا غادي نحيد الكيك ديالي من المول، وساهل دغيا كيدي مولا كيما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للكيك كيما شفتوا راك ما دهناه لا بزبده لا بزيت، يعني ما يحتاجش ندهنوه. وهنا قطعت معكم واحد الطريف واخا كانت باقا سخونه باش تشوفوا الشكل ديال الكيك تيجي، يعني تيجمع ما بين القرمشه والتعليكه. صراحه كيك تيستحق التجربه وكنتمنى انكم تجربوه، يعني تيجي رائع لا في المنظر ديالو ولا في المذاق ديالو، يعني صراحه شي حاجه رائعه جدا. عرفتي دابا انا كنقطع واحد الريحه عطيه منه ما نعاودش لكم ريحه اللوز والفاني والكنافه، يعني واحد المزيج رائع جدا، يعني كيك صراحه تيستحق التجربه. وكنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير الا عجبكم الكيك. وبصراحه غادي ينجح معكم من اول تجربه، خاصكم عمرك حضرتي هذا الكيك بهذه الطريقه هذه غادي ينجح معك وغادي يعجبك، وغادي صراحه يحمر لك وجهك لا مع الضياف ولا مع وليداتك ولا في دارك. وحتى لهنا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، ونتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.